نشرة الأخبار من الفضائية الأريترية، معكم فيها شهاب رأية والمستهل بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد القطاس. وضع خطة للحد من ظاهرة اقتلاع الأشجار. الدفع بالقروض المقدمة لمعارضي الحرب. إسرائيل تعلن عودة العمل بسفارتها في العاصمة الأردنية. ماكرون يشيد بالتعاون الدفاعي مع بريطانيا. وقتلى في عاصفة في هولندا وألمانيا. مرحبا بكم. احتفلت البلاد اليوم 19 من يناير الجاري بعيد القطاس بحفاوة كبيرة، وفي الاحتفال الذي جرى في العاصمة أسمرة بحضور الآلاف المحتفلين والقساوسة والكهنة في ساحة القطاس، حيث أشرف على القداس ونسر مياه القطاس الأمين العام لمجلس البطاركة نيافة الأنبا لوقاس. وقدم الأسقف سمعون بياني كلمة حول الخلفية التاريخية لعيد القطاس، وتمنى للشهداء الأبرار الذين وهبوا روحهم القالية لنيل الحرية بدخول الجنة والشفاء للمرضى وإحلال السلام والمودة والحب للحزنة والمحتاجين. وبعد أن قام الأساقفة والقساوسة بمباركة القطاس، يتقدمهم نيافة الأنبا لوقاس. ألقى نيافة الأنبا لوقاس كلمة أوصى فيها المواطنين للعمل من أجل سلامة وتنمية وطنهم والدعاء من أجل السلام والثبات على المعتقد. وأدى الكهنة الأناشيد المتعلقة بعيد القطاس، ليعودوا بعد ذلك حاملين التابوت إلى أديرتها بعد اختتام القداس. هذا وحضر الاحتفال المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقيت تولى برهان وغيره من كبار المسؤولين في الحكومة والضيوف المدعوين. أعلن سلطة الغابات والحياة البرية عن وضع خطة هذا العام لمكافحة القطع الجائر للأشجار والدفع ببرامج التشجير وحماية الحياة البرية. وأوضح الاجتماع الذي عقد في 17 من يناير بحضور وزير الزراعة السيد الرفاين برهي ووزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبر سلاسي، أوضح بالقيام بالمراقبة في محميات شمال بحري وجنوب بحري وبوري وإيروري وهواكيل والقاش ستيت والمنطقة المخصصة للفيلة بجزيرة دهلك، والقيام بدراسات عن محمية زارة كركبت وتنفيذ أنشطة ناجحة لتعريف الشعب بالحيوانات الزاحفة والبرمائية والدفع بالحملة الخضراء. وأشار الاجتماع إلى تحسن أوضاع الحياة البرية بفضل أعمال الحراسة والقيام ببحوث حول حمار الوحش، موضحا بأن عدم إقامة محمية لحمار الوحش وتحديد حدود المحميات الوطنية أدى لتداخله مع الحيوانات الأليفة. وذكر التقرير المقدم عن تنمية شتول لأكثر من 45 نوعا من الأشجار، بينها 22 من الأشجار المستوطنة، وتجميع وقرص 800 كيلوغرام من الشتول، مشيرا إلى تجهيز أكثر من 4.3 مليون شتلة للأشجار في 29 مشتلا خلال العام الماضي، وتعتبر هذه الزيادة بنسبة 40% عن العام السابق. وقال المدير العام لسلطة الغابات والحياة البرية السيد أبرهة غارزا في الكلمة التي ألقاها، قال إن العمل جار بقوة لإنجاح برامج التشجير وحراسة المحميات وإعادة تحسين الأراضي القاحلة، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة تساهم في تكاثر الحيوانات البرية وضمان حمايتها. من جانبه دعا وزير الزراعة السيد الرفاين برهي إلى ضرورة مساهمة إدارات القرى والبلدات في إنجاح أنشطة تنمية الأشجار والعمل لضمان حماية وحراسة الأشجار. كما أهاب وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبر سلاسي بضرورة العمل وضعا في الاعتبار حقوق الأجيال القادمة، مشيدا بالأعمال الكبيرة التي قامت بها سلطة الغابات والحياة البرية رغم كل التحديات. أعلنت جمعية معاقي الحرب الوطنية في التقييم الذي أجرته في 18 من يناير الجاري في العاصمة أسمرة لبرامج 2017 وبحثت فيه برامج 2018. أعلنت عن الدفع بالقروض المقدمة لمعاقي الحرب. وقيم التقرير المقدم إيجابيات ونواقص فرص القروض المعمول بها سابقا والتوسيع وتقوية التأطيرات والتحديات والعلاج المجاني للأعضاء وأهميته
بالإضافة إلى تعزيز الأعمال المعلوماتية ونتائجها. وأفاد نائب رئيس الجمعية السيد فسحي تسفى ميكائيل بأن الهدف من التقييم هو بحث البرامج المنفذة مقارنة بالفعالية والنواقص وتنفيذ البرامج الموضوعة بتأطير جيد وخلق تنسيق عالي. وأوضح التقييم بعدم إعادة القروض في أوانها من بعض الأعضاء، وعبر المجتمعون عن آرائهم البناءة عن ضرورة إعادة القروض في أوانها باعتبارها قروضا دورية ومتنقلة، والاستفادة الجيدة من فرص القروض واستثمارها بشكل مدروس. ووضح في ختام الاجتماع بعضا من برامج 2018 تمثلت عن استمرارية القروض وتوسيعها حتى في المناطق البعيدة، وتوسيع الخدمات الصحية، وفتح مركز الرياضة للمعاقين، وإدخال مركز جديد للمعلومات في كافة أقاليم البلاد، بالإضافة لتوسيع البرامج التنظيمية وغيرها من البرامج. عقد في مدينة عصب اجتماعا لبحث نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في إقليم جنوب البحر الأحمر. وأعرب المدير العام للخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد حمص شير علي عن إيمانه بأهمية التعرف على المصاعب الرئيسية وحلها. وأشار الاجتماع إلى أن نسبة النجاح بلغت 63.4% في امتحانات الشهادة المتوسطة التي جلس فيها 579 طالب. وتم توضيح بأن المبادرات التي قامت بها لجان الآباء في بعض المديريات ساهمت في تحقيق هذه النتائج الجيدة. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ إدريس علي إن نتائج الطلاب في الامتحانات والفصول تعكس جهد أولياء الأمور والمعلمين والمدرسة، داعٍ للعمل من أجل تقوية نتائج الطلاب. ومن جهته دعا المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نائب دعا إلى ضرورة تعزيز دور أولياء الأمور والشركاء لرفع المشاركة والمنافسة في العملية التعليمية. وأوصى الاجتماع بضرورة الدفع بالبرامج التعليمية لرفع مستوى الطلاب وتشجيع المميزين منهم على مستوى الإقليم. تلقت 25 امرأة شابة في مديرية قلعلو دورة تدريبية لصناعة شباك صيد الأسماك نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم شمال البحر الأحمر بالتعاون مع وزارة الثروة البحرية. وتضمنت الدورة التدريبية التي استمرت ل3 أشهر صناعة وإصلاح شباك الصيد للدفع بأنشطة صيد الأسماك وتمكين المرأة. وأوضح مدير مديرية قلعلو السيد أحمد بوكاليا عن أهمية الدورات التدريبية للمرأة عامة والمرأة الشابة العاملة في الصيد والأنشطة البحرية الأخرى في الشواطئ بصفة خاصة، مؤكدا على تعاون إدارته. من جانبها أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الشاب إدريس عثمان بأن الاتحاد أدخل برنامج القروض المسقرة لتحسين معيشة النساء إلى جانب التأهيل. وقال مسؤول التعاونيات والصيد التقليدي في مكتب وزارة الثروة البحرية بإقليم شمال البحر الأحمر السيد سامسون زكرياس إن بدء المرأة في صناعة شباك الصيد التي كانت مقتصرة على الرجال فقط يعتبر مبادرة جيدة، ناصحا النساء العاملات في هذا المجال للانضواء في الجمعية للدفع بأنشطتهن. قدمت دورات مهنية ل 142 شابا في مديريتي الدقيح وسكريتي بالإقليم الجنوبي في مجالات تربية الدواجن والنحل بالإضافة للإسعافات الأولية والرأس. وأوضح مراسل إيرنا بأن الدورات التأهيلية التي قدمت نظريا وتطبيقيا لفترة شهرين نظمت للشباب في المجالات التي يمكنهم الإنتاج فيها بفعالية. وقال مسؤول الشباب في الإقليم الجنوبي الشاب قرماي قبرو إن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية لتطوير قدرات الشباب، موضحا بأن الدورات المهنية التي تنظم في مختلف المناطق جزءا من تلك الأعمال الفاعلة. وأضاف الشاب قرماي بإتاحة فرصة تقديم القروض للشباب في حال أرادوا الاستثمار حسب المجالات التي درسوها.
مشاهدينا نشرة تتواصل ولكن بعد الفاصل. عالميا أعلنت الحكومة الأردنية أن إسرائيل قدمت اعتذارا عن حادث قتل مواطنين أردنيين على يد حارس أمن إسرائيلي في يوليو الماضي. وقال ناطق باسم الحكومة الأردنية محمد الممني إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت مذكرة رسمية عبرت فيها عن أسف الحكومة الإسرائيلية وندمها الشديدين عن الحادث. كما تحدث عن اعتذار إسرائيل عن مقتل القائد الأردني رائد زعيتر على يد جندي إسرائيل على حدود البلادين في عام 2014. وأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن البلدين توصلا إلى تفاهمات حول الحادثتين. وأكد البيان على أن إسرائيل تولي أهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع الأردن، موضحا أن السفارة الإسرائيلية في عمان ستعود إلى عملها المعتاد على الفور. وقد أدى الحادث الذي وقع في محيط مبنى تابع للسفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان إلى خلاف دبلوماسي بين البلدين. أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقوة العلاقات الفرنسية البريطانية على الرغم من انسحاب الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أنه لن يسمح للقطاع المالي البريطاني بأن يكون له امتيازات في دخول السوق الأوروبية الموحدة. وأشار ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى نيته أن يتم الحفاظ على السوق الموحدة التي تعتبر واحدة من المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي. وذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية أن البلدين سيعلنان أيضا حزمة من الاتفاقات تقوم من خلالها بريطانيا بمساعدة فرنسا في مسألة الإرهاب وتهديدات مشتركة أخرى. يشار إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الدولتين يقدر ب 96 مليار دولار، مما يجعل فرنسا ثالث أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وذلك بحسب ما قالته الحكومة البريطانية. لقي 3 أشخاص حذفهم في هولندا و3 آخرون في ألمانيا في عاصفة عاتية اقتلعت الأشجار وقلبت الشاحنات على الطرق وتسببت في إلغاء مئات الرحلات الجوية. وعلق مطار سيخ بوهول في العاصمة أمستردام كل الرحلات لفترة وجيزة بسبب العاصفة بعد أن وصلت سرعة الرياح إلى 140 كم في الساعة. ولقيت 260 رحلة على الأقل، وأدى انهيار الأسقف بسبب العاصفة إلى إغلاق صالات المطار. كما توقفت حركة القطارات على مستوى البلاد وبعض خدمات الترام والحافلات بعد صدور أقصى درجة تحذير من سوء الأحوال الجوية. وقالت الشرطة إن 3 لغوا حذفهم بسبب سقوط أشجار أو حطام في حوادث منفصلة. كما قالت في ولاية نورد رايدن في سباليا وهي أكثر ولايات ألمانيا سكانا إن 41 شخصا أصيبوا في حوادث مرورية متعلقة بسوء الأحوال الجوية. ذكرت وسائل إعلام ماليزية أن امرأة معاقة تبلغ 33 عاما تستخدم لسانها للوصول إلى حسابات الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي. وتستخدم المرأة هاتفها الذكي من أجل التسويق لعمل أسرتها في مجال بيع صلصة الصويا والفلفل الحار. وقالت وكالة برنامج الماليزية للأنباء إن جهود نورساما واتي محمود زادت من مبيعات الصلصة إلى حوالي 4000 زجاجة شهريا منذ عام 2015. ونور سماواتي هي أكبر أبناء الأسرة ال5 وتعاني من تشوه يديها وقدميها. وقالت والدتها سودا شاري إن ابنتها لديها صرع بشكل كبير وإن لها شخصية قوية. فاصل آخر ثم الوقفة الرياضية.
أحرز ماركو أسينسيو هدفا في الدقيقة قبل الأخيرة ليمنح ريال مدريد المتعثر الفوز بهدف نظيف على مستضيفه ليغانسيس في ذهاب دور الثمانية لكأس ملك أسبانيا لكرة القدم. وترك المدرب زين الدين زيدان الثنائي كريستيانو رونالدو وغاريث بيل خارج التشكيلة الأساسية معتمدا على مجموعة من الصف الثاني، لكن حتى الاعتماد على الشباب لم يؤت ثماره إلى أن نجح أسينسيو في هز الشباك في نهاية المباراة ليحقق ريال فوزه الأول في 4 مباريات. وعانى بطل اسبانيا امام تشكيله ضعيفه لليغانسيس الذي ادخل 8 تغييرات على تشكيلته الاساسيه في اشاره الى عدم اهتمام الفريق بالبطوله رغم امتلاء مدرجات استاد بوتاركي بجماهيره. وتقام مباراه الاياب باستاد سانتياغو برنابيو يوم 24 من يناير الحالي. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.